التلوث البيئي والانبعاثات الحراريه. خلاص؟ طيب مشروع برضه قامت به الدوله وهو استخدام الغاز الطبيعي في اللي هي ايه؟ السيارات ووسائل المواصلات، ودي المشروع في القاهره دلوقتي وهيتدرج في باقي ايه؟ المحافظات. تمام كده؟ يبقى خلاصه الندوه يا جماعه عشان نعرف مغزى الندوه، اول حاجه ظاهره السحابه السوداء تعرف مصدرها ايه؟ اللي هي حرق قش ايه؟ الارض. تمام كده؟ عرفنا الموارد نوعين، موارد متجدده زي الشمس والهواء والتربه، ولازم الدوله بتستخدم الاجهزه ايه؟ الحديثه فيه. يعني ايه؟ بتتجه اليه. بنلغي بقى، عايزين نلغي البترول والفحم والحاجات ديت للتلوث بقى. تاني حاجه المشروعات اللي قامت بها الدوله، مشروعات تحليه المياه في السويس اللي هي العين السخنه، اكبر مشروع لتحليه المياه لزياده نسبه المياه العذبه. طبعا كده. في حاجه ثانيه يا اولاد قبل ما نختم، اللي هي ظاهره السحابه السوداء التنميه المستدامه بقى. دي اهم حاجه، خلاصه التنميه المستدامه. التنميه المستدامه تقوم الدوله بعمل تحضر للاخضر. الندوه دي تحضر للاخضر، يعني نشوف كل اللي حوالينا ازاي عن طريق زراعه كل اشجار في المدارس، في حول المنازل. دي اسمها تحضر للاخضر، يعني جاهز نفسك تبقى اللي حواليك كله اخضر. هتشوف البتاع دي. يبقى اول حاجه خلاصه ندوتنا اتكلمنا على السحابه السوداء، ونحن ضد ظاهره حرق قش ايه؟ الارض، والموارد المتجدده وغير المتجدده، والدوله مشكورا عرفنا ايه؟ بتهدف الى التنميه المستدامه. طيب قبل ما اخرج يبقى نعرف المحاور اللي درسناها. مين اللي يقول لي احنا ضد ولا مع حرق قش الارض؟ ضد، لانه يسبب تلوث لايه؟ للبيئه. تمام. قوم يا حماده. طيب ما هي الموارد الحره التي لا باستخدام الانسان ايه؟ لا برافو عليك يا حماده. نادرة اتفضلي يا برافو عليك. زي البترول والغاز الطبيعي. الدوله بتتجه لاستخدام الغاز ايه؟ في استخدام المواصلات وعملت محطات كده. طيب يبقى كده يا اولاد، يبقى ندوتنا عشان اختم بقى ونسال بقى. يبقى نحن ضد حياه ايه؟ اللي حرق قش الارض. دي اول نقطه. ثاني نقطه عرفنا الموارد انواعها وتلوثها وما بتسببه من التلوث، وتتجه الدوله الى التنميه المستدامه وتحضر للاخضر. هو ده المشروع القومي لازم نساند الدوله فيه. طب انت هتسانده ازاي؟ اول حاجه كطالب زرع غرس الاشجار في المدارس، ده اول حاجه، او في البيوت. تمام؟ التوعيه باضرار حرق قش ايه؟ في الارض، والتنميه المستدامه. تمام؟ والمشروعات لازم تعرف المشروعات اللي الدوله عملتها. تمام؟ في العاصمه الاداريه الجديده. يبقى اول حاجه هو المشروع القومي اللي هو تحضر للاخضر. يبقى احنا ناقشنا ندوه عن حرق قش الارض، عملنا التنميه المستدامه، ظاهره السحابه السوداء اللي هتظهر كمان شهر تاني، ونحن في موسم ايه؟ حصاد الارز. يبقى طيب نعمل ايه بقى في قش الارز يا جماعه؟ الدوله مشكوره قامت بعقد اتفاقيات مع الفلاحين بتجميع قش الارز، وعملوا في تكبيسات عباره عن مكعبات وصناعه بعض الابراج للطباعه. شفتوا بقى؟ يبقى كده نحن ضد حرق قش الارز.